عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهارده محشي بتنجان وفلفل وكوسة بطريقة مميزة جدا. ازاي تطلعي رز مفلفل وجميل، ازاي تخليه طعم مميز جدا. اتفرجي معايا الفيديو الاخر، عاملة فيه تركات تحفة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد من حبايبك عشان الكل يستفيد. معايا بقى كده حلة خليتها تسخن قوي، حطيت فيها شوية كده من الزيت حلوين. بعمله بزيت بيبقى خفيف اكتر من ان انت بتعمليه بسمنة. وانزل بقى عليهم بصلتين مسكتهم قطعتهم كده مكعبات زي ما انت شايفاه كده. عايز تعمليهم في الكبه مفيش اي مشكله. نبدا نشوح فيهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي. ننزل بقى عليهم كمان بلتر ونص من الطماطم. لو انت حابه تعمليه بسمنه مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لك. انا بحاول اقدم لك بس الحاجه اللي انا بعملها، والحاجه اللي بتطلع مميزه وجميله معايا اللي انا بقدمها لك. زي ما انتم شايفين كده سيبنا بقى الخلطه دي الحلوه دي تتسبك مع بعض. وبعد كده همزه قرن حقيقه، حطيت لها واحده من مرق الدجاج، نص معلقه من الفلفل الاسمر، حطيت لها رشه كده من الشطه، رشه كده من السكر، هحط لها كمان 4 معالق صغيرين من الملح. الملح ده مظبوط جدا طبعا، بردك الملح ده يرجع لك، ممكن تقللي شويه. وبعد كده هنزل بقى كمان نص معلقه كمان من الكمون، بنزل فيها بالاخر. وهنزل بقى بكيلو من الرز مسكته غسلته، وخضره واحده شبت بقدونس كزبره. هبدأ ان انا اشوح فيها الخضره، بنزلها في الاخر عشان تفضل لونها متحافظ عليه. وطبعا وريحتها بردك بتفضل موجوده، بتبقى حلوه قوي. هبدأ اشوح كل ده كده مع بعضه لمده بس دقيقتين لحد ما تشوفي الرز كده لونه شفاف والخلطه كده ماسكه عليه. هبدأ بقى اقول لك سيبيه بقى يبرد، وعقبال ما نقور بقى البتنجان والفلفل. طبعا عقبال اصلا ما الصلصه بتتسبك احنا بنكون قورنا البتنجان والفلفل، بس احنا زي ما بقول لك كده بنسيب بقى الرز يهدى شويه عشان بس تعرفي ان انت تحشيه. تعالي بقول لك لو انت لسه بتتعلمي ازاي تعملي البتنجان تقوريه، ابدأي عيني العود من فوق ودخلي كده المقوار بالراحة، والايد المقوار بتلف، والبتنجان ايديكي بردك بايديها بتلف، يعني الاتنين بيلفوا مع بعض وبالراحة. طبعا لو انت لسه جديدة وبتتعلمي بردك ازاي تقوري البتنجان ما تزعليش لو اتقطع منك. طبعا اول حاجة في بدايتها لازم تلاقي حاجة خسارة وحاجة مكسب، فعادي خالص انت ممكن لو اتقطع منك عادي. زي ما انت شايفة كده لو واحدة بردك معاكي طويلة وحبيتي تعمليها اتنين، ابدأي اللي انت عيني العود كده من فوق بس ما تجرحيش الحتة البيضة، شيلي بس القشرة بتاعتها وتقسميها نصين وتقوريها بردك عادي خالص، وهتبقى اصبح معاكي اتنين مش واحدة. معايا بردك الفلفل انا مش بعمله بالسكينة، انا بدخل كده الفلفلاية من جوه، يبدأ يزقيها كده من جوه من العود بتاعها من فوق، تطلع معاكي مظبوطة وتبقى محافظة كمان على الرز بتاعها احسن ما بتعمليها كمان بالسكينة. بس لو انتي في نفترض ما فيش اصلا العود ده خلاص عادي بنعملها خلاص بالسكينة. معايا بردك كوسة كده هبدأ ان اعملها تبقى بشكل حلو بالمقوار بردك عادي. وهبدأ بردك اعملها تقوريها بس تقوريها بالراحة شوية لان هي حاجة حساسة قوي بتتكسر بسرعة، بس هي من الحاجات السهلة بس هي حساسة. ابدأي اعمليها بالراحة قوي قوي. وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. زي ما انتم شايفين كده بقى سبت الخلطة خلاص تبرد، ومعايا بقى كده البتنجان والفلفل مسكتهم غسلتهم كويس جدا، وابدأ بقى ان احشيهم. ابدأي احشي الرز لحد ما تلاقي يعني تسيبي نص العقلة تسيبيه فاضي او اقل كمان. لو حبيتي تعمليها اقل اعمليها كمان اقل. اهم حاجه تسيبي البتنجانيه نظيفه كده معاكي عشان ما تبقاش الرز كده كتير كده بره ومش حلو. زي ما انتم شايفين كده حبيت اوريكم بردك واحده تانية بتسيبي نص العقله فاضي من اي حاجه انت بتعمليها بتنجان وفلفل وكوسه. نفس النظام هتشوفي بردك الفلفل هحشيه بنفس النظام، بتسيبي بردك فيه شويه كده من جوه فاضي لان الرز لما بيستوي بيبدا ينفش، فانت بتسيبي له مساحه عشان يقدر اللي هو يستوي وما يبقاش معجن كده من جوه. الكوسه عملتها نفس النظام. وتعالي بقى اقولك على الحاجه اللي بتخلي طعم المحشي مميز جدا، دي العروش اللي احنا بنقطعها اصلا من الخضره واحنا بننضفها، وانتي بتقطعها من فوق اسفه، بسيبها بقى واحطها في اخر الحله كده بتخلي طعم مميز جدا. يلا بقى تعالي بقى اقولك الشوربه بقى هنعمل بنحط لها بقى زي ما انتوا شفتوا كده، واحط لها مرق الدجاج، واحط لها شويه كده من الطماطم شلتهم من الخلاط في البدايه من المكان الصلصه يعني، وحطيت لها رشه كده من الملح، وحطيت لها رشه من الفلفل الاسمر. طبعا لو عايزه شطه مفيش اي مشكله. وهي سخنه بقى وكده وبتغلي ننزل عليهم البتنجان والفلفل، لازم تكون بتغلي كده زي ما انت شايفاها. وطبعا الحله بقى خلاص احنا مولعين عليها، وننزل بقى عليهم بالشوربه كده السخنه مولعه. نعلي بقى عليهم النار خالص وزي ما بقولك كده انت هتعملي بقى تحطي الشوربه ربع الحله بالظبط، يعني ما بتكتريش عن كده. ليه بقى؟ البتنجان والفلفل والكوسه غير الكرنب ده بينزل ميه كتير، فهو بيقبلش شوربه كتير،
فتبداي بس تهزي كده الحله عشان كل الشوربه تكون متواجده مع كل الحله. والكوسه نفس النظام، عايزه اقول لك كوسه اقل كمان تحطي لها شوربه شويه صغيرين جدا لحد ما تشوفيها اصلا من تحت خالص، وتولعي بردك عليها نفس النظام زي ما انتم شايفين كده. خلاص غليت، اعرف منين بقى واوطي؟ ابدا تلاقي بس الرز داخل كده يبدا يخش على السوا، تروحي بقى موطيه. ويعني هو بصراحه من الحاجات اللي ما بياخدش وقت خالص، يعني مده بالظبط 10 دقايق بعد ما بتوطي بردك بتشوفيه تلاقي الرز كده مستوي جميل ومزبت. خلاص تطفي عليه وتاكليه بالف هنا والشفا، وتاكلي ان شاء الله احلى محشي تعمليه باذن الله. بصوا ما شاء الله الرز مفلفل والخلطه مظبوطه، مش صلصتها كتير قوي ومش قليله. بصراحه كان تحفه يا جماعه. يلا بقى اعملوا اللايك وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو زيكم. ما شاء الله تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.